إخواني أخواتي، مرحبا بكم. في هذه الأيام الأخيرة وفضل التساقطات اللي عرفتها بلادنا الحمد لله، كيكتر سؤال واحد: واش هاد التساقطات غادي تساهم في تخفيض الأسعار؟ هو سؤال بسيط في الظاهر، لكن الجواب ديالو معقد وكيحتاج نتكلم عليه بلا شعارات بلا أمل زائد. حيت أي واحد كيمشي للسوق اليوم كيعرف بلي الواقع ما تبدلش بزاف، والغلاء مازال كاين رغم الخير اللي نزل من السماء. وحسب رأيي المتواضع، ما كنعتقدش أن الأسعار غادي تنخفض غير حيت العام كان ممطر. نعم، المطر نعمة وكيعاون على تحسين الإنتاج الفلاحي، لكن المشكل الحقيقي أعمق من موسم وأكبر من سنة فلاحية واحدة. اليوم إخواني أخواتي، الأسعار ما بقاتش مرتبطة غير بالوفرة أو الندرة، ولات مرتبطة بسلوكيات معروفة عند الجميع، بحال المضاربة، الاحتكار والتخزين المتعمد. وكاين اللي كيشري كميات كبيرة ويخزنها ماشي حيت محتاج، ولكن حيت كيتسنى السلعة تختفي باش يبيعها بثمن أغلى. وفي الأخير المواطن البسيط هو اللي كيدفع الثمن. وحتى بعض المواطنين بلا ما يحسوا كيزيدوا يعقدوا الوضع، ملي كيشريو المواد الغذائية بكثرة خوفا من الغلاء أو النقص، وكيخلقوا طلب مفاجئ، وهذا الشيء كيخلي الأسعار تطلع أكثر والسلع تختفي بسرعة. وهنا يا إخواني أخواتي، المواطن الدور ديالو هو شراء ما يحتاجه من السلع، ولا داعي لتخزين المواد الأساسية بدون سبب، وشراء ما يكفي فقط، والاستهلاك بتعقل، حيث كل عملية شراء زائدة كتزيد تساهم في غلاء الأسعار. وفوق هذا الشيء كامل كاين مشكل آخر اللي هو تعدد الوسطاء. فمثلا الفلاح كيبيع بالثمن، ولكن قبل ما توصل السلعة للمستهلك كدوز من يد ليد، وكل واحد كيضيف هامش للربح حتى كيوصل الثمن مرتفع رغم أن الإنتاج موجود والمخازن عامرة والحمد لله. الخلاصة واضحة إخواني أخواتي، غلاء الأسعار في المغرب ماشي مشكل مطر، بل مشكل منظومة، وهذه المنظومة خاصها ضبط ومراقبة وحزم حقيقي. حيث إلا خلينا السوق بدون رقابة فالوفرة بوحدها ما غاديش تساهم في تخفيض الأسعار، وأحيانا المواطن ما كيحس بها نهائيا. المواطن اليوم ما باغيش تبريرات وإجراءات ورقية، باغي يشوف الفرق في جيبو، في السوق وفي حياته اليومية. وما تنساوش إخواني أخواتي تقولوا لنا واش كتعتقدوا أن الأسعار غادي تنخفض فعلا في الشهور الجاية، ولا أن المضاربة والاحتكار باق أقوى من أي وفرة؟ شاركونا آراءكم وقولوا لنا شنو يقدر يدير المواطن باش ما يساهمش بلا ما يحس في غلاء الأسعار.